طبعا انت زيك زي اي حد فاكر ان برنامج الاستريتور ده ما فيهوش دمج، وانا جاي النهارده عشان افاجئك في الموضوع ده. كلنا عارفين ان برنامج الستريتور برنامج خاص بالفيكتور وعمل اللوجوز وخاص اكتر بشغل المطبوعات، بس الغريب واللي الناس كتير ما تعرفوش ان برنامج الستريتور فعلا فيه عمليات دمج تقدر تعملها فيه، وده بيساعدك لو انت شغال على برنامج زي الستريتور ومش حابب تنقل وتطلع للفوتوشوب عشان تعمل اي عمليه دمج، ان انت تقدر تعملها عليه هو بسرعه. بس ده دايما ما بيكونش في انواع الدمج المعقد، مع ان هو في ادوات تخليك تقدر تعمل دمج معقد، بس بتكون العمليه برضو اصعب من برنامج الفوتوشوب. فهو في النهايه عمليه الدمج فيه بتكون عمليه مساعده بتساعدك بس عشان ما تخرجش من البرنامج وتشتغل على برنامج تاني. وخلينا ما نقعدش نرغي مع بعض كتير ونخش نشوف البرنامج بيعمل الموضوع ده ازاي. طيب انا دلوقتي عندي صورتين اهم في برنامج الستريتور. طب عشان ادمج الصورتين دول في بعض ممكن اعمل ايه؟ بصوا يا جماعه، الفكره الرئيسيه اللي بيتعمل بيها الدمج في برنامج الستريتور هي فكره الماسك. طيب بنعمل ماسك ازاي في برنامج الستريتور؟ فكره الماسك في برنامج الستريتور مرتبطه بشكل كبير باداه الجريدينت. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ انا دلوقتي عندي صوره زي كده، فاجيب اداه الريكتانجل واعمل فوقيها مربع بالشكل ده كده، وبعد كده هحاول احول الشكل او المستطيل بتاعي ده لان هو يبقى جريدينت. طيب انا كده اختار ان هو يبقى جريدينت من هنا كده، يبقى انا كده بقى عندي جريدينت ما بين الابيض والاسود، لان اساس الماسك عندنا سواء في الفوتوشوب او في الالستريتور هي اللون الابيض واللون الاسود. اللون الاسود بيبقى مختفي واللون الابيض بيبقى ظاهر. تمام. طيب انا دلوقتي لو جيت عملت ماسك على الصوره هيبقى الجزء الابيض ده هو اللي ظاهر والجزء الاسود ده هو اللي مختفي. طيب احنا ازاي بقى نعمل ماسك يعمل لنا دمج في برنامج الاستريتور؟ لان خلي بالكم ان في كليمنج ماسك ده نوع تاني، لكن احنا هنعمل ماسك المره دي عن طريق اداه اسمها ترانسبيرنسي او نافذه اسمها ترانسبيرنسي. النافذه دي هي موجوده معانا اهي، وتقدر تفتحها لو انت مش موجوده عندك تفتح من ويندو وتختار من تحت كده هتلاقي ترانسبيرنسي، اختصارها شيفت كنترول اف 10 او شيفت كوماند اف 10 لو انت بتستخدم ماك. طيب انا جبت النافذه دي مجرد بس ان انت تعلم على العنصرين كده وتعمل ميك ماسك. خلاص كده بصوا كده ايه اللي حصل. فعلا المنطقه دي اختفت، تمام، والمنطقه البيضاء اللي في الماسك هي اللي ظهرت. طب يعني انا كده اقدر ان انا اغير برضو في التفاصيل دي، يعني ازود مثلا المنطقه اللي فيها ظهور او اخفي منطقه بالماسك. تقدر تعمل كده بس عن طريق التحكم في اداه الجريدينت، مش عن طريق نافذه الترانسبيرنسي، لا عن طريق التحكم في اداه الجريدينت. طيب اول حاجه عشان اعرف اتحكم في اداه الجريدينت اتاكد ان انت دايس هنا، لان ده يعتبر الجريدينت بتاع الماسك. لو انت دايس على الصوره مش هتعرف تعمل اي حاجه، لازم تدوس على الجريدينت بتاع الماسك وبعدين تروح للنافذه بتاعه الجريدينت اللي هي موجوده بعديها هنا، او لو مش موجوده هتدوس ويندو وتدور عليها هنا هتلاقيها موجوده معانا كوماند اف 9. تمام، يبقى انا كده عرفت ان انا اجيب نافذه الجريدينت، والموضوع بسيط جدا. مجرد ان انت بس تحرك، بص لو حركنا اللون الاسود هتلاقي المنطقه دي بتزيد، لان اللون الاسود هو اللي بيخفي، وكل ما نحركه كل ما يخفي اكتر، وكل ما نظهره كل ما يظهر اكتر. وطبعا في عندنا البوينت دي ان احنا نقدر نزود التدرج سواء الناحيه دي او الناحيه دي زي ما احنا عايزين. تمام، انا دلوقتي فهمت الفكره بشكل عام. تمام. طب افرض مثلا انا عايز الماسك كده يبقى دائري، يعني انا عايز النقطه بس اللي في النص دي او الجريدينت يبقى في النص هنا بس، او التدرج او الدمج يبقى في النص بس هنا. فممكن اغير شكل الماسك، اخلي الماسك بالشكل ده او اخليه بالشكل ده. فانا هنا اقدر اتحكم في الماسك زي ما انا عايز عن طريق الجريدينت بتاعي، وهو الجريدينت لوحده عامل لي فكره الدمج اللي ما بين الابيض وما بين الاسود. طيب احنا كده فهمنا الفكره الرئيسيه. طب انا دلوقتي في الصوره بتاعتي دي انا عايز اعمل عمليه دمج، عايز ادمج السما بتاعت الصوره دي مع الصوره دي. تمام. طيب اعملها ازاي؟ احنا هنجرب هنا عشان انتوا تبقوا شايفين الموضوع بيحصل ازاي. انا هنا هغير الزاويه بتاعه الجريدينت بتاعتنا. فهنا عشان اخلي الزاويه هي اللي فوق اللي تبقى ظاهره، فهاجي هنا اختار ماينس 90. فكده بصوا كده بقى عندنا الجزء اللي فوق هو الابيض او اللي ظاهر، وعندنا الجزء اللي تحت هو الاسود. طيب انا لو جيت هنا زودت الاسود كده شويه، بصوا كده، بصوا اللي بيحصل. يبقى انا كده قادر ان انا اشيل اخفي الجزء اللي تحت ده اكتر. تمام. طيب بص لو جينا هنا مثلا التدرج، انا عايز التدرج مش بالنعومه دي، انا عايز مثلا اجيب دي كده شويه. فبصوا كده عشان تبقى حد، عشان المنطقه دي عندي تبقى ظاهره اكتر. فكده انا بعمل كل اللي انا عايزه عن طريق الاداه. بصوا كده، يعني انا عايز المنطقه دي
تبقى ظاهره، تمام، والمنطقه دي بس اللي مخفيه اللي هيبقى فيها الجزء ده. طب انا كل اللي هعمله ايه، ان انا عشان برضو اطابق اكتر هاخد بس اشد الصوره دي. بصوا كده وانا جاي اشد حصلت مشكله. ليه؟ لان انا دايس على الجريدينت، انا بحرك الجريدينت دلوقتي مش الصوره. فخدوا بالكم جدا من الحته دي، لازم عشان احرك الصوره ارجع لاداه ترانسبيرنسي واقف على الصوره، وبعد كده اقدر بقى اشد الصوره زي ما انا عايزها. تمام، بص انا شدتها كده دخلتها عند الصوره دي، بس هي طبعا تحتيها، فعن طريق اللاير ممكن نرفع الصوره دي فوق الصوره دي. تمام، يبقى كده عندنا بالمنظر ده كده. بصوا كده الدمج حاصل ازاي. يبقى انا كده عملت دمج ما بين الصورتين. بصوا انا ضايف دي على دي ازاي، يعني كده انا عامل دمج ما بين الصورتين كده ببرنامج الستريتور. طب التحكم فيه بقى، افرض الحته دي حاسس ان هي مشوهه مش عاجباني، عايز اوصل بيه لحد هنا، كل اللي اعمله ان انا واقف على الصوره كده اروح للترانسبيرنسي واقف على الجريدينت، وبعد ما اقف على الجريدينت هجيب الويندو الخاصه بالجريدينت وابدا بقى اتعامل معاها بقى. فممكن نزود كده شويه، بصوا كده. طب ولا نرجع نشوف بقى اللي احنا عايزين نعمله ايه، ونعمله لحد ما توصل للنتيجه اللي انت عايزها عن طريق التحكم في الجريدينت. طب حد تاني هيقول لي ما هو الموضوع حلو بس هو كده مش ادفانسد قوي. يعني بص انا كده عمال اتحكم وبعمل اللي انا عايزه، بس الموضوع مش ادفانسد قوي. طب احنا ممكن نخليه ادفانسد ازاي، او نخليه اقوى ازاي؟ الحته الجايه دي انا بصراحه يعني ما بنصحش باستخدامها قوي ببرنامج الستريتور الا اذا كنت انت محتاج كده، ان انت هتبدا بقى تروح تتعامل مع اداه المش. بس اداه المش بقى عشان هي فيها نقط كتير فممكن تلخبطك شويه، فاحنا نروح برضو للترانسبيرنسي ونقف على الجريدينت وبعدين نختار هنا اداه المش. اداه المش دي هتعمل ايه بقى؟ هتديني الاوبشن اللي انتوا شايفينه دلوقتي قدامكم ده، عندي زي علامه المؤشر وجنبها بلس. مجرد اعمل نقطه هنا، تمام، يبقى انا حددت النقطه دي. تمام، النقطه دي بقى لوحدها انا اقدر اعمل فيها دمج. يبقى انا اقدر اعمل دمج في النقطه دي، وممكن احدد هنا نقطه مثلا، يبقى انا ممكن اعمل دمج هنا ودمج هنا بس. تمام، طب ازاي الكلام ده؟ كل اللي اعمله اجيب الدايركت سيلكشن او السهم الابيض ده واشاور على النقطه، وانا مشاور على النقطه اختار ان لونها يبقى ابيض، يعني الحته دي تظهر. فبصوا كده، يعني انا المنطقه اللي بشاور عليها بختار ان هي تظهر. طب انا هشاور هنا برضو واختار ان المنطقه دي كمان يبقى لونها ابيض يعني تظهر، لان انا بتعامل دلوقتي مع الجريدينت، تمام، ومع اداه الترانسبيرنسي. فبصوا كده، فانا كده بصوا قدرت اظهر جزء من هنا وجزء من هنا من الصوره الثانيه. على كده بدات اهو بدخل التفاصيل في بعض. تقدر بقى تتحكم في الموضوع ده على قد عدد النقط اللي انت هتعملها. طب افرض انا عايز اعمل نقط تاني عشان اتحكم اكتر، يعني عايز اعمل مثلا كذا نقطه هنا مثلا، اروح جايب برضو اداه المش واروح وانا واقف كده اروح حاطط نقطه مثلا هنا ونقطه هنا. بصوا كده النقط بتنزل تظهر بشكل تلقائي، يعني النقطه المكان اللي انا بشاور فيه في النقطه بصوا بيبدا يتحدد لوحده ان هو ياخد من الصوره الثانيه، لان احنا اوريدي واقفين على اللون الابيض. فبصوا كده اهو. طب افرضوا في نقطه مش عاجباكم وعايزين ترجعوا فيها، فانت بس مجرد ان انت تشاور على النقطه هتروح عامل ايه؟ هتروح ملونها بالاسود. فبصوا كده، يبقى انا لونت، بص لما بلون بالاسود بيخفي الصوره اللي تحت اهي. تمام، فدي طبعا اداه ممكن برضو تستخدمها لو انت عايز تعمل دمج وانت شغال على برنامج الاستريتور وفي حاجه معينه، فتقدر تحدد النقط في الاماكن اللي انت عايزها وتلونها باللون الابيض، فهتبدا تظهر الصوره اللي تحتها بشكل فيه فيزر او فيه تدرج. وتقدر تتحكم كمان في الفيزر او التدرج عن طريق ان انت تشد النقط بتاعتك دي، هتزود التدرج او تخلي حروفه حاده او تعمل اللي انت عايزه. فده برضو اوبشن اعتقد ان اغلب الناس معرفوش عن برنامج الاستريتور، ان هو اصلا في الحته دي، ان هو في اصلا اوبشن ان ممكن تدمج حاجه مع حاجه وانت شغال على البرنامج من غير ما تطلع وتروح لبرنامج زي فوتوشوب او غيره. فيا رب تكون الفكره وصلت لكم. تمام، وبرده في نقطه بس عايز اقولها لكم في النهايه، ان انت طبعا اي نوع من انواع الجريدينت او اي نوع من انواع الدمج تقدر تعكسه، ان انت تعمل هنا او تضغط هنا على انفيرت ماسك فتقدر تعكس الصورة زي ما انت عايز. تمام، ولو عملت ريليس هتبدأ تفكهم عن بعض تاني، يعني مش هيبقى فيه ماسك، هيبقى عندك الجزء اللي انت عملت فيه الجريدينت لوحده والصورة لوحدها. واخدين بالكم من الفكرة؟ بصوا اللي احنا كنا عاملينه ايه، ان احنا منورين الحتت دي والحتت دي هي اللي كانت ظاهرة في الصورة. يا رب يكون الشرح سهل، ويا رب تكونوا فهمتوا الموضوع. وطبعا انا فاهم ان برنامج الاستريتور
متخصص في حاجات تانية وان الجزء الخاص بالدمج ده مش بتاعه. بس انا شايف ان ده جزء هيفيدك جدا. يعني لو انت مثلا بتتعامل على برنامج الاستريتور ان انت تعمل مثلا حاجه زي منيو، وفي حاجه عايز تدمجها مثلا في الغلاف بتاعه او كده، فانت تعملها على طول في الاستريتور، ومش مضطر ان انت تروح تاني ببرنامج فوتوشوب عشان تعملها وبعدين ترجعها برنامج الاستريتور وتحس ان الموضوع يبقى طويل عليك شويه. فهي سهله وموجوده هنا. لكن لو عمليه الدمج معقده فانصحك ان انت تعملها على الفوتوشوب افضل لك يعني. يا رب في النهايه تكون الحلقه عجبتكم، يا رب تكون عند حسن ظنكم. وطبعا انتوا عارفين ان دايما بحاول اجيب لكم المعلومات النادره او اللي هي اللي مش موجوده على اليوتيوب بشكل كبير. فيا ريت الناس تدعمنا بان هي تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس، لان الحاجات دي بتفرق مع القناه بشكل كبير وبتحمسني ان انا اكمل لو انتوا شايفين ان المحتوى بتاعي بيفيدكم. وبس كده احنا وصلنا لاخر حلقتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.